باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. في كل جيل يظهر شخص يبحث عن النور في وسط الظلام، مثل زكا العشار. كان يجمع الضرائب ويحسب من الخطاة والمرفوضين، لكنه في قلبه عطشانا إلى شيء أعمق من المال والمراكز. كان يبحث عن نصرة خلاص، عن حب لا يشترى ولا يباع. في ذلك اليوم مر يسوع في أريحة، امتلأت الشوارع بالناس. الكل يريد أن يرى المعلم العجيب، الطبيب الذي يشفي المرضى ويقيم الموتى. وكان زكا قصير القامة، لكنه لم يسمح لضعفه أن يمنعه من رؤية النور. صعد إلى شجر الجميز، وتلك كانت أول خطوة في طريق الخلاص، خطوة التواضع والرغبة الصادقة في رؤية المسيح. ويا للعجب، يسوع الذي يرى القلوب قبل العيون رفع نظره وقال له: يا زكا، اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. كلمة واحدة من فم يسوع بدلت حياة رجل بأكملها. لم يعاتبه ولم يوبخه، لم يقل له أنت خاطي، بل ناداه باسمه ودخل بيته. لأن يسوع لا يبحث عن الكمال فينا، بل عن القلب الذي يفتح له الباب. وفي لحظة النعمة تغير زكا من الداخل. أعلن أمام الجميع: ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له 4 أضعاف. ها هو العشار الذي كان يجمع ليأخذ صار يعطي ليحب. ها هو القلب الذي كان مملوءا بالطمع صار ينبض بالعطاء. وهنا أعلن يسوع كلمته الخالدة: اليوم حصل خلاص لهذا البيت، لأن ابن الإنسان قد جاء ليطلب ويخلص ما قد هلك. رسالة زكا حكاية قديمة، بل هي نداء حي لكل قلب يشعر بالبعد أو الخطأ أو الضعف. المسيح لا ينتظرنا في القصور، بل ينادينا ونحن على شجرة التوبة. يدعونا بالاسم ويقول: انزل، لأني أريد أن أمكث اليوم في بيتك. فهل تسمح له أن يدخل بيوتنا وقلوبنا كما فعل زكا؟ هل تفتح له الباب ليمحو ماضينا ويبدأ معنا حياة جديدة؟ تذكروا، لا أحد بعيد عن خلاص المسيح. فكما تغير زكا، يمكن للمسيح أن يغيرنا نحن أيضا، ويملأ قلوبنا بفرح الغفران ونور المحبة. تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. واعلم إن يسوع لم يأمر زكا بالعطاء، لكن محبة الله التي دخلت قلبه جعلته يعطي دون حساب. كلنا مثل زكا كنا ضائعين، نبحث عن السعادة في المال أو النجاح أو الناس، لكن السلام الحقيقي لا يوجد إلا في المسيح. هو الذي ينادينا كل يوم: انزل من شجرة الكبرياء، من شجرة الخوف، من شجرة الخطية، لأني أريد أن أمكث اليوم في بيتك. يسوع لا يطلب ولا يبحث عن الكمال، بل عن القلب المنكسر.
كل من يفتح له باب يدخل إليه ويحول الظلام إلى نور، والندم إلى فرح، واليأس إلى حياة جديدة. ارفع نظرك إليه وقل يا رب أريد أن أراك، وسيقول لك كما قال لزكا اسرع وانزل. دع يسوع يدخل بيتك، دع نوره يملأ قلبك، ودع حياتك تصير شهادة حية عن محبته التي لا تزول، لأن كل من يلتقي بيسوع لا يعود كما كان، بل يبدأ حياة جديدة فيها الغفران والسلام والفرح الأبدي. إذا كنت تؤمن أن يسوع المسيح صلب على الصليب ومات وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، اكتب آمين.